هل يعذر المسلم الذي ينطق بالشهادة ثم يدعو الأموات أو يستغيث بهم في بعض الأحوال إذا لم تقم عليه الحجة، أم أنه يكفر مطلقا؟ فما الصواب في هذه المسألة وما توجيهكم لنا جميعا؟ فمن لم تبلغه الحجة أو بلغته ولم يتبينها، إنما بلغه مجمل الإسلام لم يتبين الحجة، فإنه يعذر حتى يتبينها، لقول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تبين له الهدى أي ظهرت له الحجة وأعرض عنها ومال إلى الباطل، هذا يوليه، هذا معرض، يوليه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. أما مسألة لم تتبين له، ما ظهرت له، فإنه في عافية من حيث الحجة حتى تتبين له وتظهر له الحجة، تقام عليه الحجة. فمن بلغه القرآن وعرف القرآن وفهم أن يقرأ فيه، وبلغته السنة وفهم من السنة، وعرف أن دعاء غير الله لا يجوز ثم دعا غير الله، فهو مشرك، ما يقال يعذر حتى وإن كان عاميا، ما يقال يعذر يعني بلغته الحجة عرفها. ومن يعرف عن الإسلام وقال لا إله إلا الله لكن لا يدري أن دعاء غير الله لا يجوز، ومن يعرف عن الإسلام وقال لا إله إلا الله لكن لا يدري أن دعاء غير الله لا يجوز، يعرف عن الإسلام وقال لا إله إلا الله لكن لا يدري أن دعاء غير الله لا يجوز، وربما لبس عليه أن هذا من باب التوسل بهم إلى الله وما كان من ذلك، ولم يبلغه عن أحد قيام الحجة أن هذا لا يجوز، هذا يعذر، هذا يعذر، هذا يعذر. فالمسألة فيها تفصيل مأخوذ من قول الله من بعد ما تبين له الهدى، تبين، لأن مراد الله البيان، يريد الله ليبين لكم. فمن جاءته الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها قامت عليه. ومن سمع بالإسلام وقال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام وما استبانت له هذه الحجة ففعل شيئا لم يستبن حجته فهو معذور عند الله حتى تبان له الحجة، توضح له الحجة. ومن سمع بالإسلام وقال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام وما استبانت له هذه الحجة ففعل شيئا لم يستبن حجته فهو معذور عند الله حتى تبان له الحجة، توضح له الحجة. والناس يتفاوتون، منهم من ربما سمع الإسلام شيئا عموما وكان بصاحب بادية أو في بعض الأدغال التي لم تصلها الدعوة أو ما كان من ذلك، يعني ربما تجد قبل هذه المدة من بعض الأجداد القدامى أشياء عندهم أن ما يصلي إلا العجائز، وأن الصلاة ما هي واجبة على إلا فقط كبير السن، ولا الحج إلا ولا كذا، ولا الصيام. قد أشاعت الاشتراكية في كثير من بلاد اليمن أن الصيام فقط على كبار السن. طيب من كان يعرف أن الصيام فقط إنما على هؤلاء، يقول الصيام سمعناهم يقولون ما يجب إلا على هؤلاء، قال الفقيه الفلاني وقال كذا، ما استبان الحجة مثل هذا الحال. فهذا مضمون أو مجمل القول في هذه المسألة. والقول بالعذر الجهل قول صحيح، لكن ما هو هذا الجهل؟ هل هذا ينطبق عليه أنه جاهل أم لا؟ بهذه المسألة جاهل بها أم لا؟ هذا هو موطن النظر. أما القول بالعذر فهو قول صحيح، عذر الجهل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من لم يكفر عباد القبور أو شك في كفرهم؟ حكمه مثلهم، يحكم بكفره. نعم. أما من بين المسلمين يعبد القبور يعبد الأموات هذا مشرك، لابد يتعلم ويسأل، وإلا فهو مشرك، مثل عباد البدوي، عباد
الحسين وعباد عبد القادر الجيلاني وأشباههم، نسأل الله العافية. والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين بلغ القرآن والسنة ما يعذر. الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، قال ووحي هذا القرآن لأنذركم بمن بلغ، من بلغ القرآن والسنة غير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. يقول بأن عباد القبور لأنهم مسلمون لأنهم جهال وهم يرددون الشهادة دائما. جهال والقرآن يتلى عليهم ويسمعونه، وفيه تحذير من الشرك والوعيد على الشرك والحكم على المشرك لأنه مخلد في النار، ويقول جهال. قامت عليه الحجة بما بلغه من القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. نعم، وهذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، ظاهرة، والقرآن واضح فيها. الجهل في الأمور التي تحتاج إلى بيان، تحتاج من الأمور الخفية والمحتملة، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الأمور المشتبهة الخفية. أما الأمور الظاهرة والواضحة هذه ما فيها إشكال. نعم. وهل هناك أوضح من النهي عن الشرك والتحذير منه؟ ما فيه أوضح من ذلك، والحكم على أهله. نعم. فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، قد انتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة، أو صيام رمضان غير واجب، أو الزكاة غير واجبة، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب، هذا كله لا يقبل، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين قد بين من ضرورة من دين الإسلام وانتشر بين المسلمين، فلا تقبل الدعوة في ذلك. وهكذا إذا ادعى أن يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم، أو الذبح للأصنام أو للكواكب أو للأشجار والأحجار والاستغاثة بهم وطلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، كل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وأنه شرك أكبر. وأوضح الله في كتابه كل ذلك، وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم. من القاهرة المستمع محمود أحمد عمير بعث يسأل ويقول: هل يعذر الإنسان بجهله؟ مثلا رجل زار قبور الأولياء بنية التبرك بهم، مع أنه لا يعلم أن ذلك الفعل من الشرك الأكبر، مع بيان وتوضيح الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. أمور العقيدة التي تتعلق بالتوحيد والشرك لا يعذر فيها بالجهل، وهو بين المسلمين ويسمع القرآن والأحاديث ويستطيع أن يسأل، فلا يعذر في دعوة القبور والاستغاثة بالأموات وأشباه ذلك، بل يجب عليه يتعلم ويتفقه، وليس له أن يتساهل في هذا الأمر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لأمه، وإن مات في الجاهلية فلم يؤذن له، قال: إن أبي وأباك في النار. لما سأله رجل عن أبيه قال: إن أبي وأباك في النار، قال: مات في الجاهلية. قال جمع أهل العلم: إنما ذلك لأنه مات على علم بشريعة إبراهيم، وشريعة إبراهيم النهي عن الشرك، فلعل أمه بلغها ذلك فلهذا نهي عن الاستغفار لها، ولعل أباه بلغه ذلك فلهذا قال: إن أبي وأباك في النار. فإذا كان أبوه صلى الله عليه وسلم وأمه لم يعذرا وهما في حال الجاهلية، فكان الذي بين المسلمين وعندهم العلماء
فيسمع القرآن فيسمع الأحاديث. فالحاصل أن هؤلاء الذين يعكفون على القبور ويستغيثون بالأموات غير معلومين، بل يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين وأن يسألوا أهل العلم وأن لا يبقوا على حالهم السيئة. والآيات تأمهم الأحاديث. نعم. متى يعذر الإنسان بالجهل لو تكلم؟ يعذر من الأشياء الخفية تأتي في بعض الأحكام الشرعية قد تخفى على العامي حتى يتعلم. أما بين المسلمين لو قال ما أدري عن الزنا ما يعذر، هو بين المسلمين، الزنا معروف عند المسلمين من حرام، فلو قال ما عرفت من الزنا حرام ما يعذر بهذا، أو قال ما عرفت من الخمر حرام وهو بين المسلمين لا يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام في دقيقة قد يعذر فيها الإنسان لأجل كونه ليس من أهل العلم. كذلك لو قال ما أعلم وعلى أموات ومستعمل الأموات هذا يرى بهذا، لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الدين، والله أنزل القرآن لينهي عن هذه الأمور والقضاء عليها وبين حال المشركين وحذر من أعمالهم. سؤاله الرابع يقول: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي، أو بالله يا فلان، مثل هذه الأقوال، فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟ تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أننا لو رأينا رجلا كافرا فإن نعامله معاملة الكافر، ولا نقول إننا لا نكفره بعينه، كما اشتبه على بعض الطلبة الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفر بعينه. كيف لا تكفر بعينه؟ إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفر بعينه، لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فيقال هذا غلط عظيم. نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. فإذا وجدنا شخص لا يصلي قلنا هذا كافر بملء أفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر، ونعين ونلزمه في أحكام الإسلام، فإن لم نفعل قتلناه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين يعذرون القبوريين بالجهل بعضهم من أهل التوحيد، وبعضهم يقول الذين يعذرون القبوريين بالجهل بعضهم من أهل التوحيد وبعضهم من طلبة العلم، هل يكفرون لأنهم هؤلاء هم الجهال ما هم عبدة القبور؟ اللي يعذرون المشركين وعباد القبور هذولا هم الجهال. نعم، لا عذر لهم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندهم إمام قرية لا يكفر عباد القبور عينا مع إقراره أن فعلهم شرك. هذا سبق أنكم سألتم عنه، قلنا هذا لا يصلى خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه، وهو لا يكفر الكفار والمشركين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول في بلدنا عالم سلفي يقول بأن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنها تنفعه، كما أنه يعذر الساجد للقبر جهلا،
ويعذر الجهال من أتباع القاديان. هذا ما هو على مذهب السلف يا أخي، أنت تقول إنه على مذهب السلف. مذهب السلف ما هو هكذا، ما يعذر اللي يعبد القبر، ما يعذره إلا إنسان إما جاهل وإلا شاك في الكفر. نعم، والشاك في الكفر كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل من يعبد القبور ويكون من أهل القبور يعد كافرا بعينه؟ عندك شك في هذا؟ اللي يعبد القبور ما يكون كافرا؟ إذن ما هو الشرك وما هو الكفر؟ هذه شبهة روجها في هذا الوقت المرجئة، روجها المرجئة، فلا تروج عليكم أبدا. نعم. هذه جماعة إرجاء، هذه جماعة إرجاء ابتلينا بها من الداخل والخارج، ولكن نسأل الله أن يكفينا شر. أحسن الله عليك، بس يا شيخنا لو نقرأ عليك عبارة. معروف يا شيخ، هذا مذهبنا الآن نبت عندنا، ويمده ناس من الخارج يقولون بالإرجاء وأنكم تكفرون الناس إذا قلتم إن المشرك كافر وأن ذا كافر، يقولون لا، هذول جهال ما يكفرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قصدهم. لكن قصدهم دفن هذه الدعوة. لا حول ولا قوة. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دفنها، ويصير الناس كلهم مسلمين، اللي ينطق بالإسلام مسلم ولو فعل ما فعل. أعوذ بالله.